يا صباح الحلاوه والسعاده عليكم جميعا يا رب. طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي كتير ما بتكلمش على موضوع الهجره لاسباب كتير، ما اتكلمت كتير قبل كده. البرامج بتبقى الاليجيبيليتي بتاعتها عاليه على ناس كتير، متطلبات اللغه والسن وحاجات زي كده عاليه. لكن النهارده في برنامج يعني استرعى انتباهي بقاله فتره، وهو برنامج متطلبات القبول بتاعته يعني حلوه جدا جدا، باستثناء حاجه واحده بس، هي ما هياش متطلبات على قد ما هو لو حاجه عندك هتخليك تدخل برنامج، حاجه مش موجوده عندك مش هينفع معاك خالص. فاول حاجه خالص في البرنامج ده وهو ان السن بتاعه طبعا بتاخد الدرجه الكامله للسن من 21 سنه ل 45 سنه. انتوا عارفين طبعا برامج الهجره كلها اللي هي بتاعت الاكسبريس انتري من بعد ال 35 بتلاقي يعني اعلى سن عند 29 30، بعد كده بتبدا تنزل لغايه توصل ل 45 بتاخد صفر على العمر. انما البرنامج ده العمر بتاعه لغايه 45 سنه بتاخد الدرجه الكامله من 21 ل 45. فدي اول حاجه حلوه جدا. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع البرنامج بكل التفاصيل بتاعته، لكن قلت اقول لكم عليه كده سريعا. فاول حاجه ده بالنسبه للسن. تاني حاجه بالنسبه للغه، ودي حاجه رائعه جدا. انتوا عارفين طبعا في البرامج الاكسبريس انتري العاديه لازم تكون جايب 8 و3 سبعات عشان تقدر تبقى اليجيبل اصلا ان انت تدخل ومش عارف ايه. مش عشان تبقى مش هتبقى اليجيبل، قصدي عشان تبقى درجاتك يعني تقدر تقول ان هي هتكمبيت مع بقيه الناس. لكن ده بيبدا من اول حاجه اسمها CLB4. CLB4 ده اللي هو كانك مثلا جايب 3 في الايلتس ولا حاجه كده، درجه تعبانه جدا ومقبول ان انت ممكن تدخل لها. فده حاجه كويسه جدا. طبعا الدرجه العاليه بتاعته بتاعت اللي هي الماكسيمم بتاعه مش عارف CLB8 تقريبا، فدي برده حاجه كويسه جدا. CLB8 ده اللي هو زي 6 تقريبا في ايلتس، حاجه برده متواضعه كده يعني. اخر حاجه بالنسبه للتعليم، طبعا بقيه البرامج برضو بتبقى عايزه تعليم كتير ومش عارف ايه. الظروف الحاليه انت عايز واحد معاه دكتوراه اصلا عشان يقدر يهاجر، لكن ده لو انت معاك بوست سكندري سنه واحده على الاقل برضو بتاخد درجات عليها. طبعا كل ما يكون معاك شهادات اكتر طبعا تبقى احسن، لكن قصدي ان انت ما زلت بتاخد درجات لو انت معاك تعليم ما هوش تعليم ماسترز بقى وباتشرز وحاجات زي كده. فدول 3 حاجات، يبقى بالنسبه للسن، بالنسبه للغه، بالنسبه للتعليم، مميزاتهم حلوين جدا جدا. الشرط بس الوحيد، وده طبعا المفروض ان انت بتجمع حوالي 60 نقطه. شايف ان هم تجميع 60 نقطه سهلين، ما هوش حاجه صعبه، خصوصا السن يعني كويس جدا معامل السن والحاجات دي. لكن الفكره في ايه بقى، هي من ضمن المتطلبات بتاعته. وهقول لكم سوري ما قلتلكوش البرنامج بتاع مين. البرنامج ده بتاع مدينه او مقاطعه مانيتوبا. مانيتوبا دي يعتبر في البراري كده بتاعت كندا. مقاطعه الجو فيها ما هوش احسن حاجه خالص صراحه، لكن يعني موجوده وتقدر ان انت تفضل قاعد وحاجات زي كده. اشتراطاتها بس مهم، الاشتراط الوحيد اللي هو المهم اللي ما تقدرش ان انت يعني لو مش عندك هيبقى صعب، وهو فكره ارتباطك بالمقاطعه. لازم تثبت ان انت عندك ارتباط بالمقاطعه. الارتباط ده يكون عباره عن ايه؟ لو انت موجود جوه كندا، فانا ما بتكلمش عن موجودين جوه كندا، خلينا من واحد بره كندا. لازم يكون عندك يا اما قريب او صاحب في المقاطعه. طب تثبت القريب ده ازاي او ايه الحاجات دي؟ القريب ده لو انت عندك اب، ام، جد، جده، اخ، اخت، دول قرايب الدرجه الاولى يعني close relatives يعني. ده اول حاجه. فلو انت عندك دول، دي حاجه طبعا ايجابيه هتساعدك بشكل كبير جدا. زي انا فاكر تقريبا برضو ساسكاتشوان برضو كانت عملت حاجه زي كده زمان. تاني حاجه لو الفريند برضو لازم تثبته ان انت تبقى عندك فريند. بس هو الفكره مش ما ينفعش مثلا تكلم واحد يا جدعان انا اعتبروني صاحبكم مش عارف ايه، لا. هو لان هو بيقول لك لو انت مع الفريند ده ما طلعش فريند بتاعك حقيقي هتبقى ريفيوزد. ما قالش باند، بس هتبقى ريفيوزد من الدخول. لكن انا شايف ان الفرصه دي حلوه جدا، لان هي اشتراطاتها بالنسبه للحاجات اللي اصلا بتعقد الناس الطبيعيه قليله جدا جدا. هسيب لكم اللينك بتاع التسجيل والتقديم بتاعها وكل حاجه. وهو لو انت بقى بتميت الريكويرمنتس دي كلها بتبدا بقى تابلاي وبيتشاف بقى يتعمل لك انفيتيشن وحاجات زي كده، لان ده برنامج خاص بالمقاطعه، ما هواش فيدرال، ما هواش على مستوى كندا، مش زي الاكسبريس انتري اللي هو الفيدرال اميجريشن بتاعه الاكسبريس انتري. بس فشايفوا ان هو حاجه كويسه. حاولوا تبصوا عليه. لو عندكم اي اسئله ان شاء الله الاسبوع ده هقابل مستشار الهجره عمرو شحاته صديقي يعني هنا في فانكوفر. فلو حد عنده اسئله في الموضوع ده سيبها لنا في الكومنتس، ان شاء الله اكون سعيد ان انا اجاوبكم عليها. وبما انك وصلت لغايه دلوقتي اتمنى يعني ان انا بحاول نوصل
يعني لغايه 500,000 متابع كده من حضراتكم جمال يعني. فيا ريت لو تقدر تعمل لايك وشير، ويعني وانت بتتفرج على الفيديو مش مجرد ان انت تتفرج عليه وتعمل لايك وخلاص، لا يعني اعمل سبسكرايب في الصفحه او اعمل فولو للصفحه بحيث ان انت توصل لك بقيه الحاجات، عشان هنزل ان شاء الله زي ما بقول لكم الميتنج مع عمرو شحاته ان شاء الله. وسيبوا لي اي اسئله بتاعتكم لو انتم حابين برضو تسالوا على البرنامج. هو البرنامج ده بتاع الهجره الى مانيتوبا، ان شاء الله يكون برنامج مفيد لناس من الناس اللي تقدر تميت الريكوايرمنتس بتاعتها. مره ثانيه خلي بالكم على نفسكم ويومكم جميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.